هتصدقوني لو قُلت لكم إن العظمة دي كلّها معمولة من بيضاية واحدة وشوية دقيق، ولو قُلت لكم كمان اللي أنتم هتحضّروها في 5 دقايق ومش هتقفوا كتير في المطبخ، ولو أنتم مبتدئين كمان في الحلويات بإذن الله الكل هيسألكم على حلاوتها، يعني هتدلّعي ولادِك ومن غير ما تكلّفي جوزِك وهتاخدي عقله بالوصفة التحفة دي. النهارده هنعمل مع بعض الكريب الحلو بطريقة حلوة جدًا وسهلة، يعني لو مبتدئين هيطلع معاكم من أول مرّة بالجمال اللي أنتم شايفينه ده، وأتحدى أي حد بإذن الله لو عملوا كده وفشل منه. لأن هاقول لكم على كل التريكات وكل التفاصيل اللي تطلّعه معاك بالطراوة والجمال، ملمسه ناعم زي ما أنتم شايفين كده وطعمه تحفة. يالّا بينا نسمّي بسم الله، وما تنسوش تحطّوا اللايك بتاعكم القمر وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. أول حاجة هنعملها هننزل ببيضاية واحدة بس في البولة كده بتاعتنا، وننزل عليها بنُص كوباية من الحليب ونُص كوباية من المَيّة، ونضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ونضرب كل الكلام دوًّا بالمضرب اليدوي، وطبعًا تقدروا تعملوه بالمضرب الكهربائي أو في الكبة، بس النهارده عملته معاكم بالمضرب اليدوي عشان أي حد يقدر يعمله وما يستصعبش الخطوة دي. بعد كده شِلت المقادير السايلة على جنب، ونبتدي بقى نجيب الدقيق بتاعنا. معايا كوباية ونُص من الدقيق، طبعًا المعيار اللي معايا ده نُص كوباية، فعشان كده نزّلته على 3 مراحل، وأبدأ أنخله كويس، وأهم حاجة خطوة النخل دي عشان تطلّعوا معاكِ الكريب بتاعِك حلو زي ما أنتم شايفينه كده. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين صغيرين من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، وقلبت كل الكلام ده مع بعض زي ما انتم شايفين كده بالمعلقة بتاعتنا الصغنونة كده. ورجعت للمقادير السايلة بتاعتنا وضفت عليها معلقتين من الزيت النباتي، أي زيت نباتي عندكم، وتبدأوا كده تقلبوهم تقليبة حلوة كده وتخلطوهم كويس. وبعد كده نجيب الدقيق اللي احنا لسه ضايفين له السكر والملح وننزل بالتدريج، يعني ما تنزلوش الكمية مرة واحدة، عايزاكم تنزلوا وتقعدوا تضربوا كده بالمضرب لغاية ما تدوبوا كل الدقيق اللي انتوا لسه منزلينه، وما تضيفوش عليه إلا لمّا تتأكدوا اللي هو داب تمامًا وما عادش فيه أي كُتل أو أي حاجة. وبعد كده هتقعدوا تقلبوا، طبعًا إحنا وإحنا بنقلب كده لقيت الخليط تقيل جدًا، وهنا بقى بتكونوا محضّرين جنبكم كده نُص كوباية من المَيّة وتفضلوا تضيفوها بالتدريج، مش عايزاكم تنزّلوها مرّة واحدة لإن بيختلف من دقيق لدقيق، يعني ممكن دقيق ياخد نُص الكوباية كاملة، وفي ياخد حبّة بس صغيّرين. أنا النهارده حطّيت لغاية ما يعني فاض شوية مَيّة صغيّرين كده في المعيار بتاعنا، وقعدت أقلّب زي ما أنتم شايفين لغاية ما فيش أي تكتلات ولا أي حاجة خالص. وهنا حبيت أوضّح لكم السمك بتاع الكريب بتاعنا، هتجيبوا كده spatula وترفعوا كده الكريب عليها وتمشّوا صابعكم بس عليها، لازم تعملوا الخط كده ما تلاقوش السائل بتاعنا يعني يخش على بعضه كده، لأ تلاقي السائل ماشي في طريقه مضبوط كده زي ما أنتم شايفين، يعني كده النتيجة مضبوطة والسمك بتاعه كده مضبوط. وهنا جبت دورق بقى ونزلت بكل الخليط اللي إحنا لسه عاملينه. عايزة أقول لكم لو أنتم مش متأكدين إن الخليط مضروب كويس تقدروا تنزّلوه في مَصفى الأول قبل ما تنزّلوه في الدورق، وبعد كده باشيل الدورق بتاعي وأحطه في التلاجة 10 دقايق بس. وهنا بعد مرور 10 دقايق كان ارتاح معايا تمام، وشيلته بقى من التلاجة وجبت بقى المقلاية بتاعة الكريب بتاعتي. لو أنتم ما عندكوش مقلاية الكريب تقدروا تحطوه في مقلاية تيفال، أي مقلاية عندكم بس ما تكونش بيلزق فيها الأكل يعني، تكون مقلاية كده إيه حلوة، وتقدروا تمسحوها مسحة زيت خفيفة جدًا، يعني مش عايزة زيت فيها كتير، تبدأوا تصبوا كده الخليط تنزّلوه كده بشويش. عايزة أقول لكم أول ما المقلاية بتبقى دافية بس، مش عايزاها سخنة جدًا، عايزاها دافية وتقدروا تنزلوا بالخليط، مش عايزاها باردة ولا سخنة جدًا، وسط، وتقدروا تنزّلوا فيها الخليط زي ما أنتم شايفين كده. وبعد ما تلفّوا كده المقلاية شمال ويمين لغاية ما تفردوا الخليط تمامًا. هنا بقى حد هيقول لي إحنا ما عندناش يا شيماء العصاية اللي بتبقى في المحلات الكريب اللي بيسوّوا بها الشكل كده من فوق. عايزة أقول لكم وأنا كمان مش عندي ومش هاجيبها، هاعمل إيه؟ طيب هنروح جايبين كده الإسباتيولا نسوي بيها الوش زي ما أنا وريتكم كده وبيطلع معاكم تحفة. طبعًا لازم مسحة الزيت كل مرة بنحط فيها الكريب كده وتبدأوا تنزّلوا الخليط، والمقلاية لازم تكون دافية ولا هي سخنة جدًا ولا هي باردة خالص، عشان يطلع معاكم مضبوط وما يكتّلش معاكم في أي حاجة، وتسووا الوش كده بشويش. طبعًا المقلاية بعد ما بتحطوا الخليط بتعلّوا النار وتبدأوا تساووا كده بالمعلقة، لازم النار تبقى عالية وأنتم بتساووا بالمعلقة، عشان طول ما أنتم بتساووا النار تخلّي الكريب بتاعكم ينشف كده في ساعتها زي ما أنتم شايفين كده، ما يكتّلش ولا أي حاجة خالص، وما ما تحرّكوش الكريب خالص إلا أمّا تزقوا كده المقلاية بتاعتكم شمال ويمين تلاقوا الكريب كده فصل
من المقلاية كده تعرفوا اللي هو أكيد استوى، وتقدروا تشيلوه بالاسباتيولا وتقلبوه على الناحية التانية. الخطوات دي يا جماعة اللي بتخلّي الكريب بتاعكم يا يفشل ويلزق معاكم في المقلاية بتاعتكم، يا إما ينجح. لازم تسمعوا التفاصيل دي وتنفذوها كويس أوي، وبإذن الله هتطلع معاكم من أول مرّة. لو أنتم مبتدئين في عمايل الحلويات والله هتطلع معاكم من أول مرّة تحفة جدًا، لإن أكيد إحنا في أول بداياتنا خالص بيبقى في أخطاء كتير. أنا باقول لكم على كل الأخطاء اللي كان ممكن الواحد يُقع فيها وتتفادوها طبعًا عشان تطلع معاكم بالنتيجة اللي أنا وريتها لكم دي. عايزة أقول لكم الكمية كوباية ونُص عملوا لي 4 وحدات من الكريب. طبعًا المقلاية بتاعة الكريب دي بتبقى عريضة شوية، فعملت لي 3 كبار وواحدة صغيرة. أنتم لو هتعملوه في مقلاية صغيرة عن كده طبعًا بتدّيكم لغاية 5 وحدات من الكريب، يعني كمية حلوة ومحترمة، وأكيد لو اشتريناه جاهز من برّه أكيد هيكلفنا جدًا، جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم أكيد هيسعدني جدًا إن أنتم تشاركوني تجاربكم في الكومنتات وتكتبوا لي كده عملتوا قبل كده كريب وفشل معاكم والّا نجح معاكم وبتعملوه بنفس طريقتي أو لأ. وعايزة أقول لكم كمان أول ما بننزّل كده الكريب من المقلاية بتاعتنا بننزّله على فوطة نضيفة جدًا، يعني تحطوا طبق كده أو صينية تحطوا عليها فوطة نضيفة وتنزّلوا واحداية بواحداية كل ما تعملوها، وتغطوا عليها على طول بطرف الفوطة من الناحية التانية، يعني ما تسيبوهوش مكشوف تمامًا، عايزاه طول ما هو سخن كده محطوط في الفوطة، ومش هنحركه من الفوطة خالص إلا لمّا يبرد خالص، يعني هتفضلوا سايبينه كده. ده اللي بيخلّي الكريب بتاعكم طري جدًا ولا يشقّق معاكم، وبيطلع معاكم تحفة جدًا وتعرفوا تحرّكوه وتتنوه براحتكم، يعني ما يتكسّرش ولا أي حاجة خالص. هنا بقى بعد ما برد عايزة أورّيكم شِلت بقى الفوطة. الفوطة طبعًا بتمتص بقى بخار المَيّة، وبيفضل محافظ على طراوته كده، ويفضل طري جدًا ولا يتكسّر معاكم ولا أي حاجة. شايفين يعني أنا نسيت الفيديو مفتوح أصلًا، ومن حلاوته كده عمّالة أفرد وأطبّق فيه، عايزة أورّيكم شكله وملمسه، يعني لازم تجرّبوه عشان تقدروا توصلوا للإحساس اللي أنا كنت حاساه وأنا عاملاه. عايزة أقول لكم إحساس سعادة رهيب جدًا، بيبقى حلو أوي. وهاقول لكم إزاي تحتفظوا بيه في الفريزر إزاي وتطلّعوه كإنكم لسه عاملينه النهارده فريش. عايزة أقول لكم بتجيبوا صينية كده بتاعة بيتزا، أي صينية عندكم مدوّرة كده آخدة شكل الكريب، وعشان ما يتكسرش معانا وتحطوا كده تحت كيس تلاجة وتحطوا فاصل بين كل واحدة وواحدة، فاصل كيس، وتقفلوا عليها كويس أوي بكيس كبير كده وتحطوها في الفريزر. طبعًا أمّا تعوزوها بقى بتطلّعوها قبل منها بنُص ساعة يهدى تمامًا، وتنزّلوا واحدة واحدة كده في المقلاية على نار هادية لغاية ما يسخن كده يدفى ويرجع كأنِك لسه عاملاه النهارده طازة، وما حدش يعرف إن أنتِ عاملاه قبل كده. وطبعًا ما باحبش أطوّل المدة عن 5 أيام يعني، أنا باحطه في الفريزر كده وباعمل أول بأول يعني، عشان ما ياخدش طعم معاكم أو يتغيّر معاكم في الطعم. طبعًا الحشوات بقى زي ما أنتم عايزين، باقول لكم في اللي عايز بقى نوتيلا ومكسرات، نوتيلا وفاكهة، كل واحد تبع الطعم اللي بيحبه. أنا عملتها النهارده بنوتيلا بس، عايزة أقول لكم الطعم خيال، بيدوب كده. هندوق مع بعض وهاوريكم إزاي يعني ناعم جدًا وبيتقطّع بكل سهولة كده، وطعمه يعني عايزة أقول لكم أحلى من الجاهز بكتير وبنضافة، تقدروا تزوّدوا الكمية طبعًا زي ما أنتم عايزين، وتعملوا الكمية اللي أنتم عايزينها، تضاعفوا المقادير اللي أنا قُلت لكم عليها. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالوصفة، ولو محتاجين أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وأنا بإذن الله بارُد على كل الكومنتات. ولو الوصفة عجبتكم يا ريت ما تنسوش تدوسوا لايك وشير كتير لكل حبايبكم، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد. وكمان عايزة أشوف رأيكم في الكومنتات على الوصفة بتاعة النهارده، وإيه رأيكم فيها، وشكرًا لكل اللي كمّل الفيديو معايا للآخر. وعايزة أقول لكم باحبكم جدًا، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.